ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزين بقى نقوم عشان الجو البرد ده نعمل احلى قرص فلاحي محشية بالقرفة. احلى قرص فلاحي محشية بالقرفة الصبح وعيالنا نازلين المدارس بيبقاش ليهم نفس الفطار، فسهل قوي مع كوباية شاي بلبن. ما تنسونيش يا جماعة في اللايك والشير والسبسكرايب عشان خاطر قناتي تكبر. قناتي مش هتكبر غير بيكم. يلا بينا بقى نبدأ. هنا معانا كوباية زبدة، 3 معالق سمسم، ربع معلقة كركم، ذرة ملح، معلقتين خميرة، معلقتين خل، 3 معالق سكر، كوبايتين رايب، معلقة صغيرة بيكنج باودر. احنا هنا اقلب كده وهحط السمسم، 3 معالق سمسم، ذرة الملح، حط المواد الجافة على بعضها. ده الكركم، والكركم يا جماعة حفز للمناعة جامد، يا ريت تحطوه على كل حاجة حتى السلطات. ما بيديش طعم ولا بيغير طعم ابدا، حطوا كمية بسيطة ما بيغيرش الطعم. هقلب انا المواد الجافة على بعضها. هنا بقى انا هحط الزبدة. انا معايراها الزبدة دي كوباية من المجات العادية اللي بتاعت الشاي اللي في البيت. كوباية زبدة واحدة. انا حاطة زبدة مش سمنة، ممكن تحطي زبدة على سمنة، زيت على سمنة، زيت على زبدة عادي. دي ظرف فانيليا يدي ريحة حلوة للقرص. كده بقى انا هبس الدقيق في الزبدة، هبسهم لغاية ما يمتزجوا مع بعض. انا عايزاه يبقى عامل زي رمل البحر كده، عايزاها مرملة، الدقيق يبقى مرمل كده اهو. شايفين ازاي بقى مرمل، وفي نفس الوقت ممكن لو كبستيه كده يبقى زي العجينة بس مش ملمومة. كده انا هحضر خميرة، 3 معالق سكر، معلقتين خميرة، وربع كوباية مية. ربع كوباية مية عشان اقولك في الاخر المقادير. المية مقادير السوائل كلها كام قد ايه. هي لسه لغاية دلوقتي هي ربع كوباية مية وكوبايتين رايب. طبعا الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق، يختلف خالص. يعني لازم ناخد بالنا من النقطة دي وما نحطش يعني انا ما اقولكيش كوبايتين رايب وربع مية تحطيهم كلهم مرة واحدة، لا لا، واحدة واحدة عشان خاطر ما نخسرش مقاديرنا. كده انا هحط الخميرة الاول وابدأ اقلب، وبعد كده هحط الرايب اول كوباية واقلب برضو. لقيت انها تستوعب الكوباية التانية هحط اهو زي ما انتوا شايفين. احط الكوباية التانية وابدأ بقى اقلب كويس عشان اتأكد هي محتاجة سوائل تانية ولا لا. عايزين نركز في الحتت دي عشان خاطر ما نخسرش مقاديرنا، خسارة. اهو اعجن. بس هنا انا حطيت ربع كوباية مية تاني. انا حطيت بس الحتة دي ما تصورتش، ربع كوباية مية تاني. يبقى كده المجمل السوائل كوبايتين رايب ونص كوباية مية. برضو ما تحطيش الربع الاخير الا لما تتأكدي انك انت فعلا محتاجة. ولازم تمدي ايدك التانية تشوفي هل هي بتلزق ولا بايد واحدة بس بتلزق اللي انت بتعجني بيها. لازم نتأكد من الحتة دي. كده بقى احنا اغطيها. انا هغطيها واسيبها تخمر. كده بقى لما خمرت ابدأ بقى ان انا اقطع واكور واسيبها ترتاح. يعني مش هشتغل فيها، هسيبها ترتاح. اقطع واكور بالويم، يعني انا بالنظر. ما بوزنش. يعني وانا شغالة ببقى عايزة اخلص بسرعة، فما بوزنش خالص، بنظر عيني كده.
وده مش معناه ان الميزان غلط، لا بالعكس، الميزان دقة اكتر. ولكن انا ببقى عايزة اخلص بسرعة، اللي عايزة توزن توزن براحتها. يعني ستات البيوت دول شطار خالص. مفيش ست في الدنيا مش شاطرة. تقدر بقى انها لو في وقت توزن، لو في وقت تقدر توزن بعينيها، تعمل اي حاجة. ست البيت دي ما يعني انا ما شفتش اشطر منها. الامهات دي كلهم ربنا يخلي لنا امهاتنا كلها يا رب، وحمواتنا برضو ربنا يخليهم لنا. بس كده انا هبدأ ان انا اظبط العجينة كلها قد بعض اهو. اكورتها وسبتها ارتاحت. ابدأ احشي بقى ايه؟ معلقتين قرفة على 4 معالق سكر، واقلبهم كويس وابدأ يبقى هي دي حشوتي. تقدري تحشي اي حاجة انت عايزاها. تقدري تحشي عجوة، تقدري تحشي قرفة، تقدري تحشي اكل يعني جبنات، تقدري تحشي شاورما فراخ او لحمة. ده براحتك. القرص دي براحتك، بس القرص اللي بالقرفة دي خفيفة قوي على الفطار، حلوة الصبح. العيال بيدوخوني عشان يرضوا يفطروا، ما بيرضوش خالص. فالقرصة دي بالنسبة لهم مع كوباية شاي بلبن هي المنقذ. بس كده احنا كده بططناهم وهندخلهم الفرن. وبعد ما ادخلهم الفرن اوريهم لكم. ادي هي حبايبي القرص، جميلة جميلة هشة. قطعت معايا كمية، يعني قطعت معايا كمية كبيرة، 50 قرصاية من كيلو دقيق، يمكن اكتر كمان من 50، لان اللي انا وريه لكم ده العيال واكله منهم كتير. بألف هنا وشفا على قلوبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وارجوكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. قناتي مش هتكبر غير بيكم. دعموني عشان خاطر اقدر اكمل، لان انا من غير دعم بيأس جدا. شكرا ليكم.